السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تالتة إعدادي. النهاردة مع بعض هنحل محافظة بني سويف. تعالوا نشوف. أول حاجة بيقولك اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. سيارة سرعتها 50 متر كل ثانية بتكون سرعتها كام؟ هنا جايب لي 90 كيلو متر، يبقى لازم إن أنا أحول. أول حاجة أعملها عشان نقدر أقارن بين الاتنين لازم إن أنا أحول 90 كيلو متر لكل ساعة. 90 في 5 على ال18 عشان تديني متر لكل ثانية. يبقى هضرب 90 في 5 على 18. يبقى هضرب 90 في 5 على 18 هتدينا 25. يبقى أنا عندي دي 25 ودي 50، يبقى هقول له إيه؟ طبعا هتكون ضعف، يبقى 50 ضعف 25، يعني ولا ربع ولا تساوي ولا نصف، هتكون ضعف. تمام؟ ده كده السؤال الأولاني. السؤال التاني بيقول لي النقطة الوهمية اللي بتتوسط السطح العاكس هي طبعا مين؟ احنا عارفين قطب المرآة هو اللي بيتوسط السطح العاكس. اللي بعده، في الشكل المقابل بيتحرك جسم من نقطة س عندي إلى النقطة م، يعني من السين للميم. تمام. قال لي ايه اللي حصل؟ قال لي مرن بالنقطتين اللي هو صاد وعين. تمام، يعني هو مشي من س، تمام، صاد، وبعد كده لف النص الدايرة دي لغاية العين. يعني هعمل المسافة او الازاحة بتاعتها هتكون هجمع 12 زائد 7 هتديني 19 متر. السؤال اللي بعده قال لي في الشكل المقابل بيسقط الشعاع الضوئي على مرآة مستوية بزاوية بزاوية قدرها كام؟ طبعا طالما نزلت بالزاوية دي عمودي يبقى هتكون 0. سؤال رقم 1، صوب ما تحته خط. قال لي هنا بيقول لي المرآة المقعرة لها عدة محاور أصلية؟ لا، احنا عندنا محور أصلي واحد. أمال هي محاور المحاور الكتير اللي بتبقى كده دي كلها اسمها محاور ثانوية مش أصلية. يبقى عدة محاور ثانوية. السؤال رقم 2، التكاثر مين اللي بيحافظ على الثبات؟ قال لك التكاثر الجنسي بيحافظ على الثبات. أقول له طبعا طبعا لا، اللا جنسي بيحافظ على الثبات الوراثي. المرآة المحدبة بتكون صورتها بتكون مقلوبة؟ لا، بتكون معتدلة مصغرة دائما. يبقى المرآة المحدبة بتكون معتدلة ومصغرة دائما، عشان كده احنا بنحطها على يمين السائق ويساره. قال لي السنترومير هو منطقة اتصال كروماتيدي معا. عندي دوت اللي هو قال لي ده مين؟ هو جايب لي السنتروم، لا هو اسمه السنترومير، هو اللي نقطة اتصال كروماتيدين معا، اللي هي اللي هي ديت نقطة الاتصال اللي في النص هنا، دي كده اسمها السنترومير. تمام. السؤال اللي بعده، جسم بيتحرك بسرعة 10 متر كل ثانية تحت تأثير عجلة الجاذبية 2 متر كل ثانية تربيع. احسب الزمن الذي يستغرقه الجسم حتى تصبح سرعته 4 أمثال السرعة. طيب سؤال زي كده سؤال بيبقى عايز فكرة شوية وهو سهل جدا. قال لي هو 4 أمثال السرعة الأولانية، مش أنا عندي السرعة الأولانية 10؟ قال لي التانية، قال لي 4 أمثال، بضرب على طول 10 في 4 تديني 40 سنتيمتر لكل ثانية. دي يبقى ال40 دي السرعة التانية، ال40 هتكون السرعة التانية، أما عندي ال10 دي السرعة الأولى. يبقى هقول له عين 2 بتساوي 40، عين 1 بتساوي 10، والجيم بتساوي 2 متر كل ثانية تربيع. هو عايز الزمن، يبقى هقول له الزمن بيساوي عين 2 ناقص عين 1 على الجيم. عين 2 بكام؟ قال لي ب40 ناقص ال10 على ال2، ونعمل على الآلة 40 ناقص ال10 تبقى كام؟ 30. 30 على ال2 ال15 سنتيمتر لكل دي لا دي ثانية، 15 ثانية عشان ده الزمن. السؤال اللي بعده، ادي كده حلينا مسألة سهلة وبسيطة ومفيهاش أي حاجة.
قال لي اذكر المفهوم أو اذكر المصطلح العلمي هو مقدار التغير في سرعة الجسم في الثانية الواحدة. طبعا دي العجلة. طالما قال لي مقدار يبقى أقول له ده العجلة. طب قال لي وحدة القياس يبقى أقول له متر كل ثانية تربيع. طب تغير موضوع جسم بالنسبة لجسم آخر دي حركة، اتحرك أهو. طيب تكاثر لا جنسي بيتم عن طريق الأعضاء المختلفة من النباتات ما عدا البذور. طبعا ده اللي هو التكاثر الخضري. السؤال اللي بعده، طور تستعد فيه الخلية للانقسام بمضاعفة المادة الوراثية. أول ما يجي لي يقول لي مضاعفة المادة الوراثية، أو يجي لي يقول لي استعداد للانقسام، أو يجي لي ويقول لي تهيئة الخلية. كل الحاجات دي كلها أول ما يجي لي الحاجات دي أقول له على طول ده اسمه أقول له ده اسمه الطور البيني. هو اللي بيبقى بيضاعف المادة الوراثية وبيستعد للانقسام وبيهيئ الخلية قبل الانقسام. يبقى أقول له الطور البيني. السؤال اللي بعده، اذكر ما يلي. اسم أقدم النظريات التي فسرت نشأة المجموعة الشمسية. أقدم نظرية اللي هي نظرية السديم للعالم مين؟ للعالم لابلاس. السؤال اللي بعده بيقول نوع المرآة التي يكون سطحها الداخلي اللي هو العكس اللي هو العاكس. طبعا المرآة المقعرة هو السطح الداخلي، أما السطح الخارجي هي كانت المرآة المحدبة. اسم المجرة التي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية. طبعا مجرة درب التبانة. اللي بعده أو الدرب اللبني هي دي. السؤال اللي بعده قال لي خواص الصورة التي تكونها العدسة المقعرة. تملي العدسة المقعرة بيكون تقديرية معتدلة مصغرة. يبقى تقديرية معتدلة مصغرة دي في العدسة المقعرة. من الشكل المقابل اللي قدامنا ده قال لي جايب لي مسافة رأسي وزمن أفقي، وجايب لي ب ج مشي في حالة سكون، وجايب لي أ ب مشي في حالة سرعة منتظمة. قال لي الفترة اللي بيتحرك فيها بسرعة منتظمة اللي هي أ ب. طيب الفترة اللي بيكون فيها الجسم بسرعة بتساوي صفر اللي هي ب ج، هي ديت اللي بتساوي صفر لأن هو جسم ساكن. طيب السؤال اللي بعده أكمل. تختلف السرعة المتجهة مع الإزاحة في بتختلف مع بعض، هما الاتنين بيختلفوا في وحدة القياس. تتكون مين في الخلية النباتية من تكثف السيتوبلازم؟ اللي بيتكون خيوط المغزى اللي هي طبعا اللي بتتكون في الخلية النباتية. السرعة النسبية للسيارة متحركة بالنسبة لمراقب ساكن. طالما مراقب ساكن يبقى السرعة النسبية بتساوي السرعة الفعلية. يبقى مراقب ساكن يبقى هقول له بتساوي سرعتها الفعلية. طيب السؤال اللي بعده قال لي في الانقسام الميتوزي تسمى التغيرات الحادثة في الطور مين بالتغيرات النهائية. طبعا الطور النهائي هو اللي بيحصل فيه تغيرات عكسية خالص، لأن اللي بتبدأ في الطور التمهيدي بيحصل عكسه في الطور النهائي. يبقى هكتب له في الطور النهائي. دي الإجابة. أكمل. قال لي صح أم خطأ. عند سقوط شعاع ضوئي ساقط اللي بيحصل له كما بالشكل فإنه ينفذ على استقامته. صح، ديت الإجابة صحيحة. الشكل رقم 2 قال لي ده اذكر أهم التغيرات التي تحدث بالطور الذي يسبق الطور الموضح. اللي قبل الطور الانفصالي ده كان فيه اللي هو الطور الاستوائي، اللي هو بيبقى على خط الاستواء اللي بتترتب فيه الكروموسومات على خط الاستواء. يبقى الطور اللي قبل ده الطور الاستوائي. طب لو افرض جالي وقال لي الذي يلي اللي بعده، اقول له اللي بيلي يبقى الطور النهائي. تمام. السؤال اللي بعده اختر الإجابة. بيحدث تكاثر لا جنسيا في الشكل الموضح عن طريق اللي هو طبعا التجدد، لكن الجراثيم لا، الانقسام الثنائي لا، التبرعم لا، ده عن طريق التجدد. السؤال رقم 4 في أي موضع ينبغي وضع الجسم لكي تتكون صورة تقديرية معتدلة مكبرة؟ النقطة رقم 2 تمثل البؤرة الأصلية، والنقطة رقم 4 بتمثل مركز تكور المرآة، أو الموضع رقم 1. السؤال اللي بعده
جاب لي هنا في الشكل المقابل قال لي ما العيب البصري الذي يعاني منه هذا الشخص. طبعا دوت ايه الشخص ده بيعاني من مين؟ قال لي الشخص ده بيعاني من طول ايه النظر. طب كيف يتم معالجته؟ قلنا طول النظر بيحتاج عدسة ايه محدبة، يبقى لازم ان هو يستخدم عدسة محدبة. السؤال رقم 2، ضع علامة صح. الكتلة من الكميات القياسية، طبعا إجابة صحيحة. تقع النجوم الأحدث عمرا في الأذرع الحلزونية لمجرتنا، الإجابة صحيحة. عندما يتحرك الجسم بسرعة ثابتة فإن العجلة بتكون موجبة، طبعا بيكون غلط. لما بيكون بسرعة ثابتة بتكون العجلة بتساوي 0. بعد عدة سنوات من الانفجار العظيم تلاحمت، طبعا غلط، مش بعد عدة سنوات، على طول تلاحمت الجسيمات بتاعت الهيدروجين والهيليوم، وكانت الهيدروجين 75% والهيليوم 25%. سؤال رقم ب، ضع كلمة ضعف أو نصف أو تساوي في كل مكان في الفراغ. نصف قطر تقور المرآة، قال لي بيكون نصف قطر تقورها بيكون ضعف، قال لي ضعف البعد البؤري للمرآة الكرية. قال لي المسافة بين الجسم والمرآة المستوية، طالما قال لي مرآة مستوية يبقى بيساوي المسافة بين الجسم والمرآة المستوية، الاتنين بيساووا بعض. عدد الخلايا الناتجة من الانقسام الميتوزي بتكون عن الخلايا الناتجة من الانقسام الميوزي. طبعا عدد الخلايا الميتوزي بتكون نصف اللي هي الميتوزي. السؤال اللي بعده، عدد كروموسومات الخلايا الأمشاج بيكون نصف عدد كروموسومات الخلايا الجسدية. السؤال آخر سؤال في المحافظة هنا، قال لي تحرك جسم من النقطة أ، تمام، ومر بالنقطة طبعا ب لغاية لما وصل للنقطة ج. النقط اللي احنا شايفينها دي اللي هي من أ ج دي الإزاحة اللي هو ممشاش، تمام. طب هو قال لي احسب مقدار السرعة المتجهة مع كتابة القانون. طب ما أنا عارفة أكتب له القانون بتاعي إن إن السرعة المتجهة بتساوي الإزاحة على الزمن، ده القانون. طب قال لي دلوقتي هي الإزاحة كام؟ الإزاحة اللي عندي اللي هي 50 على الزمن اللي هو قدره كام؟ 10 ثواني. ده كده لما يجي يقول لي هتبقى بتساوي كام؟ 5 متر لكل ثانية، عشان دي سرعة دي سرعة متجهة. يبقى دي كده الإجابة بتاعتي. يبقى اما يجي يقول لي الإزاحة مع كتابة القانون، كتبنا القانون إن الإزاحة على الزمن، وعملنا الإزاحة اللي هي 50 على الزمن اللي هو قدره 10 ثواني، وطلع 5 متر كل ثانية. أنا كده خلصت محافظة أسيوط، محافظة بني سويف. يا رب تكونوا قدرتوا ان انتوا تستفيدوا مني النهارده. عايزاكم عشان تقدروا تقفلوا ان شاء الله، كل مره بقولها لكم ركزوا في الامتحانات كويس قوي، حلوا الامتحانات مره واتنين في كشكول خارجي عشان تقدروا ان انتوا تجيبوا الدرجه النهائيه، وربنا يوفقكم بالتوفيق ان شاء الله.